يعني لما تدلدلوا راسكم كده للصهاينه، وتروحوا والظباط بتاعتكم تروح بالمدني وواقفين ما معهمش سلاح، والعسكري الاسرائيلي واقف جنبه لابس البدله وواقف ثبات وواقف استعداد. شكلكم وحش قوي، وتصريحاتكم بتاعت المتحدث العسكري والحكومه المصريه حاجه تعر، حاجه تعر، ناقص تبوسوا على رجل الصهاينه. واحنا سواء الموضوع حقيقي او مش حقيقي، فاحنا محتاجين ان احنا كان يتعمل لنا بطوله زي ديت، عشان الناس على الاقل ترجع تسترد ثقتها في ولادها اللي في الجيش، ويعرفوا ان لسه عندهم نخوه ورجوله، وعندهم استعداد ان هم يموتوا شهيد. وزي الولد ده هيبقى فيه ملايين ومئات اللي رعبة اسرائيل، ولكن للاسف مش دي الحقيقه.